مثل هذا اليوم 15 أكتوبر 1967، أي منذ 58 سنة، توفي اللاعب الإيطالي نجم الكرة الإيطالية في الستينات ونجم فريق تورينو جيجي ميروني. إلا في الوقت هذاك نون سولمون كان لاعب كرة قدم معروف، داير لعب مع منتخب إيطالي مونديال 66 في إنجلترا، وكان نجم حتى خارج المستطيل الأخضر، نظرا لأنه كان روبيل شوية هكا وأنتي كونفورميست، داير كانوا يسميوه معناها جورج بيست متاع الكالشيو. توفي كيما اليوم 15 اكتوبر 67، عمره وقتها 24 سنه. كيفاش توفى؟ اليوم هذا كان نهار تحد، دونك تورينو لعبت مع سامدوريا، ربحت 4-2، كان يلعب في المباراة نتاعو، روح على روحه للدار في شارع كورسوري أومبرتو، أي شارع الملك أومبرتو، اللي هو من شارع معروف في مدينة تورينو. طالع لدارو، تضربوا سيارة، توفى بعد سويعات في المستشفى. تضربوا سيارة فيات 124 كوبي، يسوق فيها وقت الطالب عمره 19 سنة. الطالب كان في استاد يتفرج على الماتش هو بيدو، وهو احد كبار مشجعي فريق تورينو وان جران فان بجيجي ميروني. الطالب هذاك اسمه اتيليو روميرو، 33 سنة من بعد الحادثة هذيك، أي سنة 2000. شاءت الأقدار أنه الطالب هيك اللي قتل عام 67 نجم فريق تورينو، عام 2000 ولا هو رئيس نادي تورينو. يا لها من صدفة. ليروني